السلام عليكم. تتميز لندن ان فيها احياء عاده فيها جاليات من بعض الجنسيات، يعني نقدر نقول الجاليات بتتركز فيها في بعض المناطق، زي ما نقول مثلا حي العرب اللي هو ايدجوار رود. زي ما نقول ان وايت شابل هي منطقه بتاعت البنجلاديشيين، زي ما نقول ابتون بارك منطقه باكستانيين، نقول ساوث هول هنود. نقدر نقول ان عندنا جرين لينز، الشارع جرين لينز او الحي اللي فيه جرين لينز ده اللي فيه الاتراك. الشارع ده كان كله اتراك، محلات اتراك، الناس اللي ساكنه اتراك. الشارع اسمه جرين لينز. انا دلوقتي عند نقول من اول المحلات المطاعم وكده تقدر تشوف محطه اوفر جراوند اسمها هارينجاي جرين لينز. الشارع ده مارر على بالنسبه اللي جاي بالاندر جراوند من محطه مانر هاوس، محطه تيرن بايك لين، محطه وود جرين. ولكن لو جايب الاوفر جراوند وده الناس بتستخدمه اقل، يعني هي محطه هارينجاي جرين لينز. انا كده جنب المحطه بالظبط، والكوبري ده في اول الجزء اللي فيه المحلات والمطاعم. بيتميز المنطقه هنا ان كلها مطاعم تركي، كلها اكل حلو، وكلها محلات فيها اكل تركي. طبعا اشهر محل هنا حلويات، واعتقد دلوقتي بقى له فرع تاني في شمال لندن برضو. انا كده في شمال لندن. هارينجاي دي الكونسل نفسها او المنطقه دي في شمال لندن. في شمالها بعد كده اكتر شويه هنلاقي ان في فرع تاني للمحل الشهير جدا اللي هو اشهر محل حلويات هنا اسمه يسار حليم. نقدر نشوف اهو مكتوب تركش فود ماركت هنا. هقدر احاول اوريكم هنا المطاعم التركي. ديار بكر هي موجود هناك، مطاعم الاكل فيها حلو جدا. مطاعم التركي عاده مش رخيصه بس اكلها حلو جدا مقارنه باي اكل تاني. تلاقي في مطاعم اماكن للحلويات التركي، اماكن للمشروبات. كان في محل هنا بيبيع سحلب، معرفش لسه موجود ولا لا. ادي اهو برضو محل تركي، سلطان باستري. اظن شايفين الحلويات عامله ازاي، حاجه تفتح النفس، محطوطه حلو ومعروضه شكلها حلو جدا. ديار بكر ده انا متاكد له فرعين، فرع كبير وفرع صغير. ده الفرع الصغير اعتقد. هنا نبص عليه، انا اكلت فيه قبل كده، الاكل فيه حلو جدا على فكره. الفرع التاني كان زحمه جدا. مطاعم تانية تركي، تحس ان انت ماشي في اسطنبول مش ماشي في لندن. الناس بتيجي من كل حته هنا عشان المطاعم دي وعشان المحلات دي. هحاول اسجل في الشريط ده لحد ما اوصل ليسار حليم، هو لسه ماشي قدام شويه، واحاول اشوف اذا كان ممكن يسمحوا لي ان انا اصور جوه ولا لا. فانا طبعا هحاول اجيب حلويات منه، مش ممكن اكون هنا وما اكلش من عند يسار حليم. يعني احلى الحلويات، مش حلويات بس، وعنده خضروات او محل يعني خضار وبقاله، وعنده مع الحلويات دي برضو حاجات تانية، بيتزات، كفتات. اظن مش مكتوب هناك اهو حاجه بيك كفته او حاجه كفته. محل تاني، مطعم تاني نقدر نشوفه. بيك كفته، اذا كنت عارف اقراها صح. المطعم ده مش متاكد تركي ولا لا. ده تركي برضو، مطعم روزي، مكتوب بالعربي ومكتوب بالانجليزي ومكتوب بالتركي كوزلام هاوس. المشي في الشارع ده متعة، وعادة بالليل المطاعم دي مشغولة جدا، زحمة، عليها إقبال كتير جدا، وطبعا في الويك اند أكيد. يعني ده المطعم التاني اللي اسمه ديار بكر، الفرع الكبير أو الفرع الرئيسي أعتقد له. ديار بكر. نقدر نكمل نشوف. في عندهم محلات ذهب هنا اهي. ده محل بولندي، مأكولات بولندية. طبعا البولنديين موجودين ورومانيين بكثرة حاليا. ده اعتقد
مامز. ده محل متنوع. نقدر نشوف الست قاعده هنا بتطبخ. الحاجات دي مش هتشوفها في اي حته. بتعمل العيش في الفرن والاكل حلال. اهي دي مش هتشوفها في حتت كتيره غير في اسطنبول وممكن في لندن. ما اعرفش في مصر ممكن يبقى في مطاعم تركي مثلا كده الناس قاعدين بيخبزوا فيها ولا لا. حلويات تانية. المحل ده حلويات ومطعم. بندبلي بقلاوة. ده المطعم بتاعه. ده الفرع بتاع باقي الحلويات. ده محل تاني مكسرات وحاجات. كوفالي. ده محل مكسرات. الصورة تكون طالعة كويسة. نقدر نكمل تاني. ده في شارع كان بيفكرني بتقسيم سكوير. ناحيته كده هناك واحد على جالت سراي تاور. المطاعم هناك كلها موجودة كده مالية الشارع. ادي المطاعم هنا. ساندوتش اهو 11 جنيه. الدولار اللي هو الشاورما وحاجة ساقعة، او ب 8 جنيه ساندوتش بطعمية. عشان بنقول في مصر الطعمية غالية. ده الساندوتش ب 300 وشوية مصري يعني للي بيحبوا يحولوا. ريحة الاكل طالعة حلوة جدا. بس انا جاي هدفي ان انا اكل من عند يسار حليم. ده حلاق. ده الحلاقين هنا في انجلترا معظمهم يا اتراك يا ابرصة، واليونانيين ممكن كمان. محل تاني قدامنا هناك اهو جوزلام هاوس. المحل ده كويس انا كنت فيه قبل كده اهو. لو شفنا المحل اللي فات كان اسمه جوزلام برضو هاوس. محل السميد ده له فروع كتيرة في انجلترا او في لندن. في اوكسفورد سيتي كان له فرع معرفش لسه موجود ولا لا. لسه انا ماشي. حاجات تانية طبعا مستلزمات منزلية خضار كده. بس معظمهم حتى بتوع الفواكه والخضار ان هم محلات تركي. هلا ده معرفش عربي ولا تركي بس اسمه هلا المطعم. مش هالة هلا. والمطعم الاسم اللي بعده باين قوي انه تركي. جوكي يوزن. انا ما بعرفش اتكلم تركي بس هي تركي. خصوصا النقط اللي فوق الدبليو والكي واليو دي اسامي تركي. انت كده مش ماشي في لندن، انت ماشي في تركيا. انا كده داخل على محل يسار حليم او قربت منه. وده محلي المفضل في الشارع ده لسه فيه. انا كده ما بين محطة على الاندر جراوند على البيكاديلي ما بين مانر هاوس وتيرن بايك لين. لسه ما وصلتش تيرن بايك لين بس اقدر اشوف بقى من هنا يسار حليم. ده محلي المفضل للحلويات والسميد للعيش لكل الحاجات دي. الجزء الاولاني فيه خضروات والحوم. ده الجزء اللي هو الاول اللي على الشمال ده خضروات والحوم يعني بقالة وخضرواتي وفكهاني. ده يسار حليم. الجزء الثاني بتاعه اللي هو المخبز. صراحة حليم متخصص في تورتات اعياد الميلاد. عنده كل حاجة تتخيلوها من رز بلبن لبليلة كريم كراميل بقلاوة لبسبوسة. اي حاجة ممكن تتخيلها لسميط لعيش لحلويات شرقية. كل حاجة موجودة فيه. فاللي عايز حقيقة يستمتع بانه يجيب يعمل شوبينج او يعمل اكل كويس هنا في لندن تركي. طبعا في محلات تانية كتيرة قدام في المطاعم هنا. لو كملنا كده طوالي ده برضو في جرين لينز محطة تيرن بايك لين وبعدين محطة وود جرين. ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا جميعا وبالهنا والشفا مع يسار حليم. ان شاء الله هستمتع. السلام عليكم.